السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوف معكم فيه التصحيح ديال الامتحان الوطني للغة الإنجليزية الدورة الاستدراكية 2024. الشعب العلمية التقنية والأصيلة، ولكن ممكن حتى الشعب الأخرى يتبعوا معنا في التصحيح لأنه نفس الدروس وبيان سور كاين اختلافات في التمارين، ولكن يعني الدروس والمعاني ديالها راه كتبقى نفسها بالنسبة لجميع الشعوب. النصيحة اللي نقدر ننصحكم ونعاود ننصحكم بها هو فاش تعطاكم الورقة نهار الامتحان إن شاء الله هاد السنة وحتى الناس اللي جايين من بعد منكم، بداو بlanguage، بداو بالمكون اللغة. علاش؟ لأنك une fois كتعطاك الورقة كتقدر تمشي تقرا الجمل وتجاوب في ورقة التصويت أو ورقة الوسخ، وهنا كتحس براسك أنك كتافونسي مزيان. وملي كتافونسي كترتاح نفسيًا. بديتي بreading comprehension خصك تقرا لي كيسيون وتقرا النص باش تجاوب، غتحس براسك تعطلتي. أما إلا بديتي بwriting فهنا غادي تحس براسك أنك ستاغني، غتوقف ما تقدرش تجينيري الأفكار. صافي، إذا هذه فكرة دوزناها. إذا كنبدا هنايا بالتمرين اللي كيكون عندي في الأول، عادةً كيكون سوا Gerund Infinitive vocab، على حسب يعني كل مرة فين كيحطوهم يعني الدروس كل مرة كيحطوها بواحد التوليفة مختلفة. إذا غادي نبدا نقرا على بركة الله. عندي some farmers avoid هنا كتسطر على دائمًا الكلمات اللي قبل وبعد باش كتعرف شنو خصك تجاوب. avoid to use using use، هنا عندي نفس الفعل وفي 3 ديال الأشكال: full infinitive gerund and bare infinitive. نتوما كتعرفوا أن avoid كيتبعها gerund، so كنستعملو using. some farmers avoid using chemicals in agriculture، بعض الفلاحين كيتفادوا استعمال المبيدات أو الكيماويات في الفلاحة. عديل karate at a young age and now he's an expert. عديل مثلا بدا الكاراتيه في واحد السن صغير ودابا هو خبير او يعني متمرس في هذه الرياضه. سو عديل ميمكنش نقولوا سيت اب لانها تؤسس شركه او كلاب نادي مثلا او شيء من هذا القبيل. ميد اب يعني اختلق واحد الحاجه ميمكنش نستعملوها في هذا الكونتكست. اذا كتبقى لنا تو كاب كتعني انه بدأ ممارسة هواية أو رياضة. عديل to cup كتكتبها بحال هكذا. دائما كنأكد على أنكم تجاوبوا في ورقة الوسخ، عاد من بعد تنقلوا في ورقة التحرير وتعطيوها في آخر الامتحان للمراقب. Number 3, the police needed information could help identify the criminal. So the police needed information. هنا بيان سور ملي كيكون عندي who that when خصني نعرف أنني كنتعامل مع درس ديال relative pronouns. بيان سور كل حاجة هنا كتستعمل مع الأشخاص أو الجماد، إلا كان فاعل أو مفعول به، إلا كانت الملكية الوقت أو المكان. في هذه الحالة كنسطر دائما على أولا كنشوف الكلمة اللي كتجي من بعد. في هذه الحالة the police needed information could help identify the criminal. شنو اللي غادي تعاوننا نلقاو هذاك المجرم؟ هي الانفورميشن أو المعلومة. في هذه الحالة غادي نستعملو the police needed the information that. ميمكنش نستعملو هو لأننا ما كنتكلموش على شخص، وميمكنش نستعملو when لأننا ما كنتكلموش على الوقت. that كتستعمل بجوج للشخص أو للشيء. في هذه الحالة هنا عندنا شيء. So the police needed information that could help identify the criminal. متفقين؟ ندوزو للتمرين B. fill in the gaps with the correct words from the list. عندي بعض الكلمات vocab وخصني أنايا نملأ الفراغ بما يناسب. بيان سور خصك تقرا الكلمات تفهمهم وتقرا الجمل تفهمهم، عاد ممكن تملأ الفراغ. عندي advice it's a noun نصيحة. accessible it's an adjective يعني ممكن الولوج إليه. measures هما إجراءات measures، إذا this is a noun. effect هو التأثير and talent هي الموهبة. Lina showed considerable artistic at an early age and joined a big art school. في هذه الحالة دائما حنا شنو كنحاولوا نديرو؟ كنسطروا على الكلمات اللي كتجي من بعد أو من قبل الفراغ، يعني قبل الفراغ أو بعده. علاش؟ لأن كنتكلموا على collocations أو الكلمات اللي كتمشي مع بعضها بشكل طبيعي. في هذه الحالة عندنا Lina showed considerable. لينا أظهرت منذ سن مبكر، أظهرت واحد artistic فنية. شنو هي اللي غتكون فنية؟ بيان سور ماشي advice ماشي access. خصنا هنايا artistic، خصنا noun موراها. دونك advice no، measures no، effect no. إذا غنمشيو ل talent. artistic talent. نتوما قريتو في gifts of youth أنه عندنا هاد الكلمة أولا هاد التعبير، هاد الcollocation اللي فيه artistic talent. The government has implemented some. هنايا لاحظوا معايا implemented
هذه قريتوها في درس من الدروس بحال international organizations sustainable development. ضروري كيجيو بحال هاد الكلمات اللي عندها طابع مثلا قانوني أو خاصة بالسياسة يعني بالحكومة مثلا. So the government has implemented some measures, very good, measures اللي هما إجراءات to ensure the preservation of forests باش تضمن الحماية ديال الغابات في البلد. متفقين؟ ندوزو دابا للتمرين السي. The vaccination program has contributed to. هنا لاحظوا ملي كتلقى put the words in brackets in the correct form يعني خصك دير هذيك الكلمة اللي عندك تديرها في الشكل الصحيح ديالها. إذا هذا كيكون word formation. So the vaccination program has contributed to. of course هنايا عندي improve verb خصني noun to the. ملي كتشوف هاد the قبل منها the إذا هذا يعني أن خصك noun improvement alright of health conditions لتحسين الصحة أو شروط الصحة. Rita spends a lot of money on buying fashion. عندنا fashion اللي هي الموضة ولكن هنا خصنا clothes خصنا adjective. فانتوما كتعرفوا أنه باش نخرجوا adjective من fashion كنزيدوا ليها fashionable alright fashionable clothes and accessories. Last summer هنا ملي كتشوف put the verbs in brackets in the correct tense إذا هنا خصك تصرف الأفعال في الزمن الصحيح. كيف قلت لكم دائما كنردوا البال مع حاجة وحدة اللي هي time expressions أو لا تعابير الوقت. في الحالة عندنا last summer كدلي على حاجة وحدة اللي هي past simple alright. so شنو غادي ندير في هذه الحالة؟ last summer I كنصرف هذا في past simple كيجي يعطيني I traveled to Spain and met my old friends there alright. Number 2 Leila has just joined the university in 3 years time. لاحظوا معايا هنايا التعبير ديال الوقت اللي عندي هو in 3 years time في غضون 3 سنوات. so كتعني انه في غضون 3 سنوات غتكون دارت شي حاجه. هنا ملي كتشوف in زائد وقت صافي عقلوا على هذه القضيه. كتشوف in زائد واحد المده زمنيه او لا by واحد المده زمنيه في الفيوتشر فانت كتكلم على الفيوتشر perfects. so in this case we say she will have graduated. غادي تكون تخرجات من الجامعه غتكون خدات الدبلوم ديالها. she will have. so نتوما كتعرفوا future perfect will have plus past participle. هنا لاحظتوا كنديروا تصحيح وكنديروا حتى المراجعه للقواعد ديال الدروس. ردوا البال مع future perfect كيكون سواء in زائد مده زمنيه او لا by زائد مده زمنيه او نقطه زمنيه. ندوزو للتمرين E. rewrite the sentences as suggested. هنا بيان سور كيكون reported speech passive voice conditional و conditionals كيكونوا حتى linking words because due to as well as. إذا ممكن يكونوا wishes and regrets. بزاف ديال الدروس كيتحطوا في هذا التمرين هذا. So the computer company launched a new website. ملي كتشوف كلمة في الآخر الجملة تحطت في أول الجملة فأنت كتكلم على passive voice. إذا كنطبق فقط الزمن اللي عندي هنا في الحالة اللي هو لاحظوا معايا launched. اوكي سوري باش ندير لكم تستر بخط هنا launched. إذا هاد launched هادي في past simple ياك فأنت كتاخد الزمن ديالها اللي هو past simple وكتطبقو على verb to be. في هاد الحالة a new website is singular فكنقولو was ماشي were. was launched تم إطلاقه launched by the computer company. إذا كانت مذكور عندك الشخص اللي دار هذا الفعل أو الجهة اللي دارت هذا الفعل فكدير by وكتزيد هذيك الجهة. we should reduce plastic usage to save our oceans. نجيب said. so هنايا إذا كان عندك نجيب suggested نجيب asked ordered. هنا كتكلم على reported speech اللي كنديرو فيه تحويل الزمن على حسب شنو كنحولو واش statement question or function command. في الحالة عندنا should reduce. اوكي so هنا عندنا suggested فانتوما كتعرفوا ان suggested as a function suggestion يعني اقتراح كيتبعها gerund كناخدو غير الفعل suggested كناخدو الفعل اللي هو reduce وكنزيدو فيه ing reducing plastic usage to save. لاحظوا معايا we should reduce plastic usage to save our oceans. so نجيب suggested reducing plastic usage to save. ما يمكنش هنا our ocean نبدلوها لانه الاوشنز ديالنا حنا وديال نجيب وديال الكل فاجي هنايا ممكن دير دار الا درتي دار ما عندكش مشكل ولكن هنا منطقيا غنديرو our oceans. اوكي
لأن المحيطات ديال الإنسانية جمعاء، ميمكنش أننا نديرو their ocean or his oceans. أوكي. نجاة cholesterol level increased. ياك هنا عندنا الكوليسترول ديالها طلع. she didn't follow the doctor's advice. من عندنا because. إذا هنا ربطوا لكم أو طلبوا منكم to join هاد ال two sentences using because. ما غتبدل حتى حاجة. because نجاة أوكي نجاة didn't، لأن كتعرفوا because كيتباع subject plus verb. didn't follow her doctor's okay advice. ياك مباشرة كنديرو كما her. إذا ما نبقاش نعاودو نجاة غنديرو her cholesterol level increased. مستوى ديال الكوليسترول في الدم ديالها ارتفع. ندوزو ل F choose the right response. هنا بيان سور غير غتختار ولا كتبوه هنايا، كتبوا الاختيار ديالكم اللي اختاريتو وكتبوه. ف do you mind if I open the window to let in fresh air. واش كتمانع انني نحل الشرجم باش ندخل الهواء النقي. of course not. I totally agree. you're right. هنا you're right totally agree ما يمكنش، فكتقول of course not. يعني of course not انا لا امانع انك تحل الشرجم مثلا. so of course not. متفقين؟ حكيم artificial intelligence is harmful. الذكاء الاصطناعي مضر، يعني مضر وعنده اضرار، عنده اثار سلبيه. glad to hear that. أنا سعيد بسماع ذلك. please do. أرجوك افعل ذلك. أو I don't think so. لا أعتقد ذلك. إذا هو عطى الرأي ديالو، فالجواب الصحيح very good. I don't think so. متفقين؟ I don't think so. ندوزو دابا للجي. what would you say in the following situations. شنو غتقول في هاد الوضعيات. complain about the quality of service in the restaurant. لاحظوا معايا بين قوسين كيعطيوك شنو خصك دير انت. complain about the quality of service in this. يعني تشكى على لا كاليتي ديال السيرفيس في هاد الريستورون. شنو غتقول لهم مباشره؟ انت غتستعمل لي زيكسبرسيون ديال تقديم الشكوى اللي هما I am sorry to say this. I'm sorry to say this. وصافي وموراها غدير نفس الجمله اللي تعطاتك هنا to say this but the quality. صافي ما غتزيدش شي حاجه من زعما اللي كبيره. but the quality of your service، يعني لا كاليتي ديال السيرفيس ديالكم في هذا الريستورون عيانه. your service in this restaurant هي راه مضمره، ولكن الا بغيتي تزيدها in this restaurant is very bad مثلا. very bad not satisfactory not good اللي بغيتو اي حاجه. المهم غير هاد الاكسبرسيون في الاول يكون I'm sorry to say this but I'm sorry to tell you this but I have a complaint about. اوكي اذا ضروري ديروا واحد التعبير كيبين على الكومبلينت، على الشكوى او تقديم الشكايه. هنا الويتر او النادل غادي يعتذر I am so sorry sir مثلا. I am so sorry sir. متفقين؟ تقدر تزيد موراها اللي بغيتي we will fix it we will you know give you a refund. نعطيك واحد يعني مكافأة ولا تعويض مثلا على حسب. اما الا بغيتي غير تعتذر I'm so sorry sir مباشرة. متفقين؟ دابا انت خدمتي هادشي في الوساخ ياك قديتي. غترجع دابا سيدي الاسئله ديال النص ياك. راك نعطيك دابا المنهجيه ديال التعامل مع الامتحان. comprehension. ترجع comprehension. choose the right answer. غتقرا الاسئله. عطي راسك واحد جوج دقائق قرا غير الاسئله. الله يرحم ليكم الوالدين قراو الاسئله ما تمشيش للنص مباشره. كتسمعوني؟ The best title for the text is water scarcity in Africa. قلة الماء scarcity كتعني قلة الماء في افريقيا. floods in the world الفيضانات في العالم. ولا water scarcity in Morocco قلة الماء او نذرة الماء في المغرب. بيان سور انت قبل ما تقرا النص عرفتي ان غير من هادو ممكن يكون على واحد من هاد المواضيع. صافي كتقرا وكدوز. يعني غير كدير مع راسك واحد المونولوج، كتهضر مع راسك بهاد الطريقه باش تكون كونتي فكره على النص وشنو فيه. are these statements true or false justify. واش هاد الجمل صحيحه ولا غلطه؟ عطينا الجوستيف من النص. بيان سور سواء كانت true ولا false خاصك تعطينا الجوستيف. the majority of people in Africa find it difficult to get water. اغلب الناس في افريقيا كيلقاو انه من الصعوبه انهم يلقاو الماء، اولا كيلقاو من الصعب انهم يلقاو الماء. اوكي سو هنا كتعرف بانه واش هذه صحيحه ولا غلطه. هنا كيبدا توضح لك الموضوع بلا ما تقرا انت النص. فاش غتقرا غتلقى الصوره وضحت اكثر. صافي. in Tanzania there isn't enough rain these days. ما كاينش بزاف ديال الامطار او ما يكفي من الامطار هاد الايام. واش بصح واش true ولا false؟ غادي تشوفوا في النص. in Niger and Somalia looking for water
can be dangerous. Niger and Somalia looking for water. يعني في النيجر وصوماليا والصومال البحث عن الماء كيكون خطير في بعض الأحيان. أوكي، إذا واش تشو ولا فوز؟ النص اللي غادي يأكد لك. Answer the following questions. جاوب لنا على هاد الأسئلة هادو أسيدي. What do people in Malawi use Lake Chilwa for? الناس في ملاوي يعني شي حاجة معلومة. What do people علاش كيستعملوا هاديك Lake Chilwa؟ بيان سور باينة غير بالمنطق، تقول مثلا كيستعملوها باش يجيبوا منها الماء، باش يشربوا منها، باش يديروا منها الفلاحة. حنا غادي نشوفوا في النص شنو كيقول. Why couldn't Belita support her family last year? علاش ما قدراتش بيليتا اللي هي واحد الشخص كاين في النص، علاش ما قدرتش تدعم العائلة ديالها العام اللي فات؟ to support ممكن تكون تدعم أو لا توفر شي حاجة لعائلتها. أوكي، support your family يعني توفر شي حاجيات للعائلة ديالك. How often do droughts happen in Morocco? شحال التردد أو عدد المرات اللي كيوقعوا فيها الجفاف في المغرب؟ إذا شحال المدة مثلا الزمنية ولا العدد ديال الجفاف ديال هكا الفصول ديال الجفاف اللي كتجي مثلا أو لا كيفاش كنقولوا season فصول. المهم How does drought affect water resources in Morocco? كيفاش الجفاف كيأثر على الموارد المائية في المغرب؟ إذا بيان سور أنت غير هنا من الأسئلة بديتي كتفهم أنه حنا كنتكلموا على الجفاف، على هذا المشكل ديال الماء، على بزاف ديال الحوايج غير من الأسئلة. إذا خذ واحد 2 دقائق بيان سور وقرا. complete the following sentences with appropriate information from the text. هنا دائما التمرين كتكمل بمعلومات من النص. Belita grows vegetables because she wants to. بيليتا كتزرع الخضر لأنها تريد ماذا؟ بيان سور سوا توفر لعائلتها، سوا تبيع هذوك الخضروات باش تعيش، سوا المهم كاين بزاف ديال الاحتمالات. 88% of water in Morocco is consumed by. 88% ديال الماء في المغرب يستهلك من طرف. إذا شي حاجة كتستهلك لينا 88% ديال الماء، شنو هي؟ تقدر تكون فلاحة، تقدر تكون الشرب، تقدر تكون الصناعة، تقدر تكون بزاف ديال الحوايج. To protect water supplies باش نحميو الموارد المائية ديالنا، Morocco's Agriculture Ministry وزارة الفلاحة المغربية شنو دارت؟ كاينة شي حاجة في النص كتعطينا هاد المعلومة هادي. أوكي، بيان سور هاد التمارين ديال reference كتقول أولا synonymy كتقول destroy. هنا عندك same or almost the same as، يعني synonym destroy قلب لينا في paragraph 1 على destroy يدمر. disastrous على paragraph 3 disastrous جات من disaster اللي هي كارثة، شي حاجة كارثية، هنا adjective. و reference it paragraph 2 على من كترجع the country البلد على من كيرجع في paragraph 4. دابا ندير واحد القراءة سريعة للنص، واخا هاد الفيديو يقدر يكون طويل ولكن راه غيساعدكم على طريقة التعامل مع الامتحان. Water scarcity is a serious problem affecting millions of people in Morocco or around the world. According to UN, about 3 billion people live in countries where there is less water. إذا نشرح لكم قلة الماء أو مشكل قلة الماء هو مشكل كبير أو جاد، يعني كيأثر على الملايين ديال الناس حول العالم. حسب UN أو الأمم المتحدة 3 ديال المليار ديال الناس live in countries where there is less water، كيعيشوا في واحد البلدان اللي فيها الماء قليل بزاف أو الماء قليل بزاف. إذا راه واحد العدد كبير ديال الناس. More than 80% of people affected by water scarcity live in Africa. 80% من هذوك الناس، من هذوك 3 المليار كيعيشوا في إفريقيا. Climate change is making things worse for people who already have difficulty getting clean water. إذا التغير المناخي كيجعل الأمر أسوأ وأخطر بالنسبة للناس اللي كيعانوا ديجا من الصعوبة في الحصول على الماء الشروب أو الماء الصالح للشرب أو الماء النقي هو الصالح للشرب. صافي، إذا كاين واحد المشكل ديال التغير المناخي اللي كيزيد يرجع لنا المشكل أسوأ بالنسبة لهاد الناس اللي عندهم قلة في الماء. Natural disasters such as droughts and floods damage water sources and spread diseases. إذا natural disasters الكوارث الطبيعية بحال الجفاف أو بحال الفيضانات damage تدمر موارد المياه وتنشر الأمراض spread diseases. Paragraph 2. Like most people in Malawi, Belita depends on Lake Chilwa. Okay? يعني بحال جميع الناس ولا أغلب الناس في ملاوي، بيليتا كتعتمد على هاد الليك أو هاد الليك اللي هي بحيرة اللي سميتها تشيلوا. It is the second biggest lake in Malawi. تاني أكبر بحيرة في ملاوي. Belita and her community depend on this lake for their drinking water, transport, fishing and doing business. بيليتا كتعتمد على
والمجتمع أولا زعما القرية ديالها كيعتمدوا على هاد البحيرة باش ياخدوا منها الماء الشرب ديالهم، ويديروا والترونسبور وحتى الصيد fishing وdoing business وكيديروا فيها التجارة ديالهم، إذا كيعتمدوا عليها في كلشي تقريبا. however لكن the lake is affected by changing weather. هاد الليك هاد البحيرة بدات كتأثر بالطقس اللي بدا كيتبدل اللي هو لو شونجمون كليماتيك. sometimes it suffers from extreme floods. في بعض الأحيان كتعاني من يعني فيضانات كبيرة. other times في أوقات أخرى it gets completely dry كتنشف تماما ما كيبقاش فيها الماء. due to drought last year يعني بسبب جفاف العام اللي فات I was not able to produce enough food for my family. ما قدرتش أنني ننتج ما يكفي من الطعام للعائلة ديالي. however لكن to save my life and that of my children باش ننقذ حياتي وحياة ولادي I decided to grow vegetables in a small garden. بديت كنزرع الخضروات في واحد الحديقة صغيرة. بيليتا ساد هذا القول ديال هذا الشخص هاد السيدة هذه اللي سميتها بيليتا. Paragraph 3. Theodora, an old woman from Tanzania, is also affected by extreme weather changes. Theodora واحد المرأة اللي كبيرة من تنزانيا حتى هي تأثرت بهاد التغيرات المناخية الكبيرة بزاف extreme يعني dangerous extreme. Okay. I was a farmer but I now don't have any job because of the floods. كنت فلاحة ولكن دابا ما كندير حتى خدمة لأنني بسبب هاد الفيضانات. There has never been much rain like these days. ما عمر كان عندنا الأمطار بحال هاد الأيام، يعني بحال عندهم بزاف ديال الأمطار في هاد الأيام اللي كيديروا فيها بيان سور هاد الروبورتاج. She said قالت The floods have destroyed water resources. يعني الفيضانات دمرت لهم موارد الماء. Leaving the بحال هادشي اللي وقع في المغرب مؤخرا في الشمال. Leaving the community with no clean water. مما يعني خلى المجتمع ديالهم والقرى ديالهم بلا ماء شرب. In other countries like Niger and Somalia, water scarcity is catastrophic. يعني في بلدان أخرى بحال النيجر والصومال ندرة المياه كارثية catastrophic. Severe droughts يعني يعني حالات جفاف severe يعني بالعربية sorry إلا كتكتب شي كلمات بالعربية severe dangerous ولا حادة have destroyed crops هما المحاصيل الزراعية and animals وحتى الحيوانات. Families are obliged to travel long distances to get drinking water. العائلات كيسافروا لمدة أو مسافات طويلة باش يجيبوا الماء الشرب. Their journey is not always safe. وهذاك السفر ديالهم ولا هذاك الطريق اللي كيضربوا باش كيجيبوا الماء ما كتكونش دائما safe أو آمنة. In Morocco, water scarcity has become a serious problem because of long periods of drought. في المغرب ندرة الماء ولات مشكلة كبيرة بسبب أنه عندنا الجفاف كيمتد لمدة طويلة long periods أو هكا دي بيريود دو طون اللي طوال فيهم الجفاف. In the last 30 years في آخر 30 عام drought occurs in Morocco every 3 years. يعني المغرب كيشهد الجفاف كل 3 سنوات، يعني في 30 عام كل 3 سنين كيجينا جفاف. Consequently نتيجة لذلك there is less water in barrages and less groundwater. نتيجة لذلك ما بقاش عندنا الماء في السدود dams هادو اللي كتشوفوا في الصورة وحتى في المياه الجوفية ground water. The growing population and agriculture activities are making water resources lower and lower. البوبولاسيون اللي غادا كتزاد في العدد ديالها والأنشطة الفلاحية agricultural activities are making water resources low. يعني بداو هاد الأنشطة والبوبولاسيون اللي كتزاد بدات كدير واحد الضغط على الموارد المائية اللي ونزلاتها، يعني بدات كتنزلها بشوية بشوية، إذا lower and lower بدات كتنزل بواحد الطريقة حادة. Agriculture alone uses 88% of water in the country. غير الفلاحة بوحدها كتستعمل 88% ديال الماء في البلاد. هاد البلاد شنو هي؟ انت دابا the country غتعرف غير دابا انه كتعني بها المغرب. Morocco's agriculture ministry يعني وزارة الفلاحة في المغرب has put strict laws. دارت واحد القوانين يعني قوية بزاف strict on the production of crops. على هاد القوانين علاش داروا على production يعني إنتاج المحاصيل الزراعية which need a lot of water such as avocado اللي كتحتاج بزاف ديال الماء بحال الافوكا watermelon الدلاح and oranges والليمون أو الحمضيات. متفقين؟ وهنا راه عاطينكم في الآخر داروا معكم مزيان water scarcity ندرة المياه drought جفاف ليك بحيرة اشنو بغيتو يلا خاصك غير تجاوب. دابا غنرجعوا هنايا لاحظوا معايا واش هاد النص هذا كيتكلم لينا على the best title واش كيتكلم لينا على water scarcity في افريكا ولا floods in the world ولا water scarcity in Morocco.
واش كيتكلم على ندرة المياه في إفريقيا ولا على شنو سميتها flood اللي هو الفيضانات في العالم ولا ندرة المياه في المغرب. إذا ما كنتكلموش على المغرب بوحدو، ما كنتكلموش على العالم ولا الفيضانات في العالم، كنتكلموا على water scarcity in Africa. صافي. إذا لاحظوا معايا هنايا كنتكلموا على water scarcity in Africa. هو المشكل اللي كنتكلموا عليه بشكل يعني بشكل كبير في النص. الفيضانات مذكورة ولكن ماشي في العالم، مذكورة في إفريقيا. نقص المياه ما مذكورش غير في المغرب، حنا كنتكلموا على إفريقيا ككل كقارة. صافي، لأن في بداية النص عندنا الإشارة لهاد القضية. إذا الآن ندوزو للتمرين بي اللي كيف ما كتشوفوا فيه true or false وخصنا نجيستيفيو النص. بيان سور كنسطرو على الكلمات المفاتيح the majority of people in Africa find it difficult to get water. كترجع للنص the majority. لاحظوا معايا majority ما عندناش العدد ولكن عندنا الأغلبية. غنرجع هنا بيان سور دائما غنشوف السؤال ونشوف لي باراغراف الأولين. هنا غتلقى more than 80% of people affected by water scarcity اللي كيعانيو من ندرة المياه فين كيعيشوا live in Africa. إذا كتجي هنايا وكتاخد هذاك الجواب. اوكي سوري بس خصني ندير هذا لوتي ديال الكتابة. هنا غادي ندير مباشرة 80% غادي ندير هنا 80% people who suffer from water scarcity live in Africa. صافي انت جاوبتي على الجواب الأول ديالك. سوري نسيت ما قلتش واش صحيح ولا خطأ. إذا ضروري خصني نديرو هنايا true، ندير صحيح فاصلة ونعطي الجواب ديالي. متفقين ياك؟ In Tanzania there isn't enough rain these days. لاحظوا معايا في تنزانيا ما كاينش هناك ما يكفي من الأمطار هاد الأيام. هنا غترجع للنص بيان سور فين كنتكلموا على تنزانيا تكون في الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. لاحظوا معايا it's also affected by extreme weather. هنا there has never been much rain like these days. ما عمر كان عندهم بحال هاد الأمطار اللي دازت في هاد الأيام هادي. إذا هنا عندنا هاد الجملة خاطئة، ماشي there isn't enough rain، لا بالعكس كاين كتار من داكشي اللي محتاجين هما. so false there has never been much rain like these days. اوكي ما عمر كان عندهم أمطار بحال هاد الأيام هادي اللي كدوز على بلادهم. مثلا in Niger and Somalia looking for water can be dangerous. لاحظ معايا in Niger and Somalia هادو جوج بلدان غتلقاهم في النص في شي باراغراف. البحث على الماء يقدر يكون خطير. هنا ملي غنرجعو غادي نمشيو again. لاحظوا معايا فين كنتكلموا على هنا على تنزانيا and Somalia غادي نلقاو بأن severe droughts have destroyed crops و their journey is not safe. كيمشيو كيقلبوا على الماء ولكن their journey is not always safe. إذا غير آمن. هنا كيلعبوا لكم فقط على لي سينونيم فخصكم تردوا البال. is not safe so can be dangerous. إذا هذه true معلومة صحيحة. their journey is not always safe. متفقين؟ إذا هذا هو الجواب ديالك أنه صحيح، المعلومة صحيحة وها التعليل ديالها. What do people in Malawi use Lake Chilwa for؟ علاش كيستعملوا هاد الليك هادي؟ غنرجعو غنلقاو هنا بأنه فين مذكورة شيلوا مذكورة هنا في paragraph 2. Like most people in Malawi Belita depends on Lake Chilwa second etc. and her community depend. لاحظوا معايا نفس الفعل ما بدلوش on this lake for drinking water, transport, fishing and doing business. إذا هادو هما الأمور اللي كيستعملوها. they use it هنا غادي نكتبو they use it for drinking water ياك business food. شنو اخر عندنا اتسيترا. ندير لكم 3 بوين ترجعوا للنص. بيان سور ما كتبتش لكم الجواب تلك تتاكدوا. المهم كنعطيكم الطريقه ديال التعامل. why couldn't Belita support her family last year؟ علاش ما قدراتش couldn't؟ اذا هنا غادي نرجع نشوف why couldn't Belita support her family last year. هنا كنتكلموا على Belita. so sometimes other times okay so due to the drought last year. لاحظوا هنا في الجمله الاخيره بسبب الجفاف اللي كان عندهم العام الفايت I was not able to produce enough food for my family. إذا السبب شنو هو؟
هو due to drought last year. so مباشرة هنا كنجي كنقول why couldn't Belita support her family last year. مباشرة غدير because of the drought last year. السنة الماضية كان عندهم جفاف. مباشرة صافي because بلا because أسيدي ماشي مشكل. How often do droughts happen in Morocco؟ شحال يعني التردد ديال الجفاف في المغرب. هنا كنا قرينا هذه المعلومة في الأول. لاحظوا معي بأنه in the last 30 years drought occurs in Morocco every 3 years. لاحظتوا كل 3 سنوات وكنرجع وكنكتبها. so غادي نديرو drought occurs يحدث occurs in Morocco every 3 years. وتقدروا ديروا غير هاد every 3 years لأن هي الجواب اللي بغينا بلا ما دير هادشي كامل اللي قبل. مثلا دير غير every 3 years جاوبتي على السؤال. How does drought affect water resources in Morocco؟ كيفاش كيأثر الجفاف على الموارد المائية في المغرب؟ هنا في الفقرة الأخيرة راه فيها الجواب. لاحظوا معايا has become serious problem etc. occurs in Morocco. The growing population هادو هما اللي كينزلوا لنا الماء. اوكي so لاحظوا معايا هنايا because of long periods of drought. So water scarcity has become. هنا عندنا انهم كينزلوا ground water and barrages. Consequently there is less water in barrages and less in ground water. اذا كيفاش كيأثر الجفاف على المغرب او على الموارد المالية المائية ماشي المالية. So there is less water in barrages and ground water. في المياه الجوفية. إذا كيقل عندنا الماء في لي باراج وفي المياه الجوفية ديال المغرب. نمشيو لبيليتا grows vegetables because she wants to. علاش؟ بلا ما نرجعو للنص راه شفناها بيليتا كتزرع الخضر. علاش؟ because she wants to provide food مثلا food for her family. صافي متفقين. إلا رجعنا للنص غنلقاو هنايا بيليتا فين كنتكلمو على بيليتا. So I was not able to produce enough food for my family. So فين عندنا أنها كدير vegetables غير هنايا. So I decided however to save my life and that of my children I decided to grow vegetables in a small garden. So هنايا to save my life and that of my children. So ممكن نقولوا هذا الجواب اللي عطيتكم أولا نديرو grows vegetables because she wants to. تقدر ديروا هذا الجواب أولا because to save her life her children's life مثلا. صافي حتى الجواب ممكن باش تنقذ الحياة ديال العائلة الوليدات ديالها. 88% of water in Morocco is consumed by. إلا رجعنا لهاد الفقرة الأخيرة غنلقاو أن 88% ديال المياه الجوفية في المغرب فين كتمشي؟ ها هي كتمشي في agriculture alone. إذا هنايا شنو غادي ندير؟ 88% of water in Morocco is consumed by تستهلك من طرف agriculture. الفلاحة هي اللي كتدي لنا بزاف ديال المياه سواء ديال السدود أو لا ديال المياه الجوفية. To protect water supplies باش نحميو الموارد الطبيعية ديالنا ولا المائية. المينستري شنو دارت أو الوزارة شنو دارت؟ هنايا شنو غادي تلقاو بأنها has put strict laws on the production of crops which need a lot of water. إذا دارت قوانين يعني قوانين قوية جدا باش تحمي الماء. So the Morocco's agriculture ministry has put strict laws. رجعوا نشوفوا في النص نتأكدوا الإجابة. has لاحظوا معايا has put strict laws on the production on the production of crops. إذا هذا هو الجواب اللي غنكملو. has put strict laws on the production of crops هما المحاصيل الزراعية crops that need a lot of water. ممكن دير تغييرات على الكلمات ممكن ولكن غير تخلي الفكرة هذا هي يعني الفكرة الأساسية تكون صحيحة. destroy paragraph 1. لاحظوا معايا نرجعو paragraph 1 عندنا destroy verb. paragraph 1 destroy كنقرا بيان سور الفقرة كاملة باش كنعرف destroy فين كاينة. so destroy هنايا في هاد الحالة غتلقاوها سواء damage أو لا هي هادي floods damage water sources. الفيضانات تدمر الموارد المائية. إذا destroy هنا كنجي كندير destroy هي damage. و disastrous كاينة في paragraph 3
يعني كترجع لباراغراف 3 ياك وهنا كتشوف شنو هي الحاجة اللي كتعني يعني كتعني كارثية catastrophic، حتى بالفرنسية كنقولو une catastrophe. أوكي، سما هنا كنجي كندير catastrophic. أوكي catastrophic it's paragraph 2. غنرجعو هنا paragraph 2 كنرجع معاكم باش تشوفو كيفاش كنجيو بلاصة ملاوي بلي it depends on the lake Chilwa. It is the second biggest lake. it إلا ملي كترجع على lake Chilwa إذا it بيان سور كترجع على جماد singular. في هاد الحالة it نجي هنا كنكتب lake Chilwa. alright و the country paragraph 4 بيان سور غتكونوا عرفتو لأنكم قريتو النص فهو Morocco. so water in the country اش من بلد كنتكلمو عليه في هاديك الفقرة الرابعة فهو المغرب. so Morocco. متفقين؟ إذا مادام كنكونو جاوبنا على reading comprehension كنهبط دابا مع راسي كتبقى عندي 40 دقيقة ولا 45 دقيقة كنهبط كنخدم الرايتين ديالي. عندي I think بيان سور الرايتين الأول على 10 على 4 نقاط اللي هي 2 على 20 جوج يعني أي حاجة شفتيها في الوطني في لونجلي كتقسم على 2 حيت واحد هذا على 40 والآخر كيتحسب على 20 فاش كيجمع لك المصحح النقطة كيقسمها على 2. سو هنايا كندير ضروري brainstorming أنا غنديرو هنا ولكن نتوما في الوسخ. I think it's important to know people from different cultures. أعتقد أنه من المهم معرفة الناس من ثقافات مختلفة. علاش خصنا نعرفوهم؟ learn about their culture. مثلا شنو نقدروا نديروا الا تعرفنا على ناس من ولا علاش مهم ان نتعرفوا على ناس من ثقافات مختلفة. to develop our ولا مثلا to strengthen coexistence. to promote peace يعني باش نعززوا السلام بيناتنا. to promote peace. to promote universal values باش نعززوا القيم الكونية مثلا. هادو غير بعض الأمثلة بيان سور نتوما خصكم ديروا حوايج أخرى. to learn languages تقدروا تزيدوها. first مثلا نبداو بهذيك ديال language. so first people or نبداو knowing حيت ممكن نستعملو الجيرند في بداية الجملة. knowing people from other countries من بلدان مختلفة from other countries can help us to learn new languages. هذا هو الارغيومون الأول مثلا نتعلمو لغات جديدة ياك. also كندير ضروري كل جملة ساليت كندير موراها linking word. also we can learn a lot of new information about their cultures. نقدر نزيد فيها traditions and customs يعني نتعلمو بزاف. الارغيومون الثاني اننا نقدروا نتعلمو بزاف ديال الحوايج على ثقافتهم على العادات ديالهم والتقاليد ديالهم. this can help us. هذه الفكره الثانيه اللي درت لكم ديال coexistence ولا التعايش نقدر نديرها كشرح لهذه الفكره. this can ولا ندير in fact ندير linking word إلا بغيت. in fact في الحقيقة in fact this can push people يدفع الناس push people. أنا كندير دابا غير n'importe quoi ولكن غير كنوريكم كيفاش تقدروا تتعاملوا مع الرايتين. وهاد الرايتين بيان سور راه مزيان وغير بشوية المجهود تقدروا ديروا إن شاء الله معسل. so in fact this can push people to live مثلا live together in peace and coexist in harmony. حتى انا عبرت عليها بهذه الطريقه يعني بدلت من الافكار اللي درت الفوق. يعني هاد الشيء في الحقيقه في الواقع هاد الشيء يقدر يدفع الناس انهم يعيشوا مع بعضياتهم في سلام ويتعايشوا في واحد الهارموني. اوكي واحد الوئام. اوكي moreover بغيتي تزيد فكره اخرى. moreover we can مثلا نقدروا ناخذوا من عندهم شي حوايج ونطبقوها باش نطوروا بلادنا. we can use or we can شنو نقدر نقول لكم في هذه الحالة.
مثلا we can benefit from developed civilizations، ولا أدير غير nations، دول nations. We can benefit from developed nations by learning about their advances in science and technology. ياك نقدروا نتعلموا منهم شي حوايج باش ولا التقدم اللي عندهم في العلوم والتكنولوجيات. as a result، يعني كنتيجة نقدر نشرح الفكرة اللي قلت بجملة موراها. as a result we can develop our own country. okay our own country. وهنا ندير الخاتمة دابا all in all، يعني كنختم all in all بحال كنعاود الفكرة اللي ذكرت في الأول. all in all it is always a good thing. كيف قلت جو دي n'importe quoi غير باش كنوريكم طريقة التعامل. it is always a good thing to know people from other cultures and to benefit from them، ونستافدوا منهم مثلا. اوكي لأن هذا كان رايتين بسرعة خيالية جدا. عندكم مثلا ليسباس هنا عندكم ايميل. I am thinking of joining a sports club during the summer vacation but I'm not sure which sport to choose. What do you think? I'm waiting for your advice. إذا هنا شخص كيقول لك، الصديق ديالك كيقول لك أنا باغي ندخل واحد لاصال وندير شي سبور، ولكن في الصيف، في العطلة الصيفية، ولكن ما عرفتش اش من سبور غندير. كيطلب الرأي ديالك. What do you think? I'm waiting for your advice. وكيطلب النصيحة ديالك. إذا هنايا بيان سور نتوما كتعرفوا المنهجية ديال الإيميل كتبدا بالسؤال على الشخص، انك تسول عليه ولا على الصحه ديالو ولا على العائله ديالو. هاي انيس، I hope you are doing very well. okay I am so happy مثلا to hear from you. انا سعيد انني تلقيت هذا الميساج ديالك. بيان سور ملي كنطابي بالبيسي هذا راك يعني ان ليسباس راه يبان لكم بانني، ولكن راه الا طبيت الا كتبتي بيدك راه تكتب غير شويه، راه بحال هاد الجمله اللي كتبت دابا راه خدات واحد جوج اسطر مثلا. so I hope you are doing very well. I am so happy to hear from you. well مباشره ندخل well I am writing to help you. I'm writing to help you choose a sport that you can practice during your summer vacation or vacation اللي بغيتو. اوكي صافي غتبدا. I think حيت هو طلب الرأي ديالك كتبدا ب I think. I think you should، خاصك you should choose مثلا كاراتي. ياك كاراتي whatever نديرو حنا كاراتي for للأسباب التالية for the following reasons. ياك first وغتبدا first karate can help you to stay fit and healthy. je dis n'importe quoi، يعني الكاراتيه كيعاونك انك تبقى رشيق وتبقى بصحة جيدة. moreover وغنعطي واحد لارغيومون اخر. moreover you can use the martial arts skills to defend yourself in case someone tries to hurt you. إلا حاول شي واحد يأذيك فتقدر تدافع على راسك مثلا بهذوك لي سكيلز اللي هذا. ياك also مثلا بغيتي تضيف فكرة أخرى. also karate is so easy to learn مثلا compared to other
sports مثلًا مقارنة مع رياضات أخرى ياك؟ اللي بغيتو تزيدوها على باش كتدعموا علاش نتوما اختاريتو هاديك الرياضة بالضبط وما اختاريتوش وحدة أخرى، أوكي؟ إذا هنايا نقدر نزيد غير شي حاجة ولا نقول مثلًا صافي هنا نحاول نحبس ندير هاديك الfinal sentence اللي كتكون that is all for now على حسب l'espace اللي عندكم ياك؟ please write soon and tell me about your decision وقول لي القرار اللي قررتي مثلا ياك وفي الاخر كدير best wishes بغيتي تزيد موراها your friend زيدها your friend اوكي سوري friend متفقين اذا كان هذا تصحيح ديال الامتحان ديال 24 كامل نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل بارطاجيو الفيديو مع صحابكم ونشوفكم ان شاء الله في دروس اخرى وفي تصحيح امتحانات وطنيه اخرى